السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ احنا في مدينة رانشو كوكامانجا، مدينة مليانة مصريين وفيها كنيسة قبطية وفيها جامع كمان. احنا قصاد محل كبير هنا اسمه راس، في سلسلة محلات كتير جدا. راس هتلاقي في كل حتة. لو انت مهاجر جديد المحل ده او المكان ده هيفيدك كتير، ان انت ممكن تشتري حاجات كتيرة ليك والأسرة. الفترة طويلة جدا كان أي حد يطلب مني حاجة أو يسألني جيبها منين أقول له راس. فأنا أوريكم بصراحة راس عامل إزاي. أنا داخل لسببين. السبب الأولاني إن أنا عايز أوريكم المكان شكله عامل إزاي، بيبيعوا إيه الأسعار. وتاني حاجة أنا عايز أشتري نظارة. النظارة اللي أنا بدور عليها دايما غالية، فممكن تعدي 300-400 دولار. فأنا بصراحة كأحمد مش هصرف 200-300-400 دولار أو 100 دولار حتى في نظارة. المرة اللي فاتت شفتها هنا كانت عليها سيل كبير، كان عليها أعتقد 50 أو 60% خصم. فهخش اشوف كده. هو طبعا الحاجات عندهم مش دايما زي ما هي، ممكن تخش تلاقي حاجة، ممكن المرة الجاية تخش مش هتلاقيها، فأنت وحظك يعني. فاحنا هنخش نبص على المحل شكله عامل ازاي، ولو لقينا النضاره اللي انا عايز اشتريها هشتريها معاك واوريك شكلها عامل ازاي. بنتي معايا في الباك جراوند لو انتوا شايفينها. للاسف انا المفروض كنت هطلع لوحدي اصور، بس شبطت فيا ومامتها مشغوله فاخدتها معايا. وفي نفس الوقت اديكم كمان تجربه لو انت معاك بنت او معاك طفل ورايح محل، رايح تعمل اي حاجه، ايه اللي ممكن يحصل، ايه الحاجات اللي ممكن تعملها وايه الحاجات اللي ممكن ما تعملهاش، وايه الحاجات ان هم كمان في المحل متظبطينها ان انت يكون معاك طفل وما يبقاش فيه اي مشاكل خالص من الموضوع ده. ف يلا وان شاء الله خير باذن الله. يلا انزل هات ايدك. هاي اول حاجه نحط الغطا ده كده بحيث ان انت ما تعرفش مين اللي كان قبليك. تعالي معي. ياي. انا هخش ابص على النظارات عشان الحاجات دي بتتاخد بسرعه. الموضوع الجميل في الموضوع ده ان هم عندهم نظارات براندات، كلها براندات وكلها عليها سيل كبير. في اوكلاي كتير هنا، وفي ريبان. نعم يا حاضر. اوكي دي برضو حلوة، بس طبعا هم مغطين الاسعار بحيث ان انت لو عجبتك حاجة ممكن تنده عليهم وتقول لهم انا عايز النضارة دي، تبص عليها وبعد كده تجربها في المراية هنا. فتعالوا الاول اوريكم المحل في البداية. ده قسم الملابس الرياضية. طبعا هتلاقي براندات كتيرة هنا، يعني مثلا هنخش على اي حاجة مثلا براندم كده. تيشيرت زي ده نص كم 15 دولار، سعره الاصلي 33 دولار. تيشيرت اديداس زي كده ده سعره 11 دولار. تيشيرت بوما زي ده نعم 25 دولار سعره الاصلي، سعره هنا في المحل 11 دولار. تيشيرت زي ده فوتبول برضو تيم، مش عليه سعر. اوكي سعره هنا 20 دولار بس هو سعره الاصلي 40 دولار. اوكي حاجة زي كده جميلة جدا. حاجة زي دي كولومبيا برضو. كولومبيا المفروض ان هي كولومبيا المفروض ان هي من التيشيرتات المحترمة يعني. ده 10 دولار بس، اسعار رخيصة جدا. محبي الاديداس تيشيرتات البولو دي. نعم يا بابا. واو بص ده 65 دولار، ده سعره في المحل. هنا دلوقتي سعره 20 دولار راس برايس. تخيل بولو زي ده 20 دولار، ممكن تروح تشتريه من اديداس ب65 دولار. الشورت ده سعره لو انت هتروح تشتريه من اديداس سعره ب55 دولار، بس انت هتشتريه هنا في المحل هنا ب13 دولار. ليه بقى؟ عشان انت مش دايما هتيجي تلاقي الحاجة اللي انت عايز تشتريها. الشورت زي كده ده اكس لارج تمام، مش عليه السعر الاساسي بتاعه. سعره دلوقتي 15 دولار، سعره 30 دولار الاساسي، دلوقتي بيتباع ب 15 دولار يعني 50% خصم. براند زي ده براند لي دايما بشوفه. ايه ده؟ حط مكانها كده. اماني اقعدي لو سمحت تحت. واو
ده سعره 26 دولار. واو، بس بيتباع هنا ب 18 دولار. بنطلون زي ده 25 دولار، سعره الأصلي 40 دولار. واو، فانس. شايفين ده عامل ازاي؟ بنطلون قماش. هو بصراحة هو لو لونه ما كانش كده كنت اشتريت واحد زيه بصراحة. قماشته خفيفة جدا وجميلة جدا. هنشوف سعره بقى. واو، سعره 70 دولار في المحل العادي. نعم يا مان. يا ديناصور. بيتباع هنا ب20 دولار، من 70 ل20 دولار. ومحبي القمصان، قميص ده حرير سايز ميديوم، ده ب11 دولار بس. نيجي هنا قميص زي ده، قميص خامته جميلة جدا، سعره 50 دولار بس. لو اشتريته من راس هتلاقيه ب13 دولار بس. ده حزام نايكي، اعتقد ان هما بيلعبوا جولف وكده. ده بكام بقى؟ اوريكم سعره بكام. ده سعره الاصلي 38 دولار طبعا بلس تاكس. بيتباع هنا في راس ب13 دولار بس. نعم يا SOBK، شكله براند مشهور يعني. نعم يا بابا. واو واو جايز، ده سعره 98 دولار في المحل بتاع الجاكيت ده. تمام، زي ما انتم شايفين. بس لو حبيت تشتريه من راس ب25 دولار بس. سايز ايه ده؟ ده سايز سمول، finest made in ايه ده؟ made in China. قميص زي ده، ده قميص بيلمع. ما انصحش ان انت تلبس قميص زي ده. لا بهرج، البس اللي انت عايزه. قميص زي ده دايم، قميص زي ده يا جماعه ب 150 دولار. 150 دولار بيتباع هنا ب 14 دولار بس. قميص زي ده شكله غالي، ده بيتباع ب 13 دولار 14 دولار. سعره دايم 150 دولار يا شباب. 150 دولار. زي دي كروكس. تمام، طبعا لو انت هتشتريها من كروكس نفسها بيعدي 60 70 دولار. اوكي نعم تشوز. بس هنا سعره الاصلي 40 دولار، معرفش ظاهر ولا لا. وسعره دلوقتي 20 دولار. 6 شرابات، بياخد من 6 ل 12. زي ما قلت لكم انا مقاسي 11 يعني حوالي 44 45. كل دول ب 10 دولار فقط. ده زي بنطلون بيجامه للنوم، المفروض ان هو تومي هافيجر براند. ده ب 13 دولار، سعره الاصلي 25 دولار فقط لا غير. تمام، بنطلون زي ده كالفين كلاين، سعره في المحل 60 دولار، سعره هنا في راس 15 دولار فقط. نعم، عايزة ايه؟ بومة ب 42 دولار فقط لا غير. طبعا لو انت رحت اشتريته من المحل بومة هيبقى غالي جدا. ومش سعره 70 دولار الاصلي، وهم دلوقتي بيبيعوه ب 42. للناس اللي بتحب تركب عجل، دي جزمة عجلة نايكي. ها يا بابا، دي سعرها الاصلي 68 دولار، بتتباع هنا ب 36 دولار فقط لا غير. كوتشي زي ده ريبوك، حاجة محترمة جدا، خامة كويسة جدا جدا، وميد ان تشاينا. سعره مفيش سعر. بس اقول لكم بقى على حاجة، لو انت هنا في راس وعايز تعرف سعر الحاجة خصوصا الكوتشيات، بص هنا مكتوب 30، ده سعره 30 دولار. تمام، جزمة زي دي وايد فيت نون بوش. انا ماليش قوي في الجزم بصراحة، بس يعني اللي فاهم في الجزم يقول لنا دي حاجة كويسة ولا مش حاجة كويسة. سعرها 30 دولار. تمام. اوه واو، بصوا دي يا جماعة، شايفين دي عاملة ازاي؟ طبعا مش هتلاقي منها كتير، يعني انت لو لقيتها اشتريتها، اللي بعديك ممكن مش هلاقيها. مقاس 8. تمام، دي سعرها الاصلي 105 زي ما انتم شايفين، بتتباع هنا ب 45 دولار.
الغيارات الداخلية، الاندروير او السبيدو او ايا كان انت بتسميه ايه، البريف بوكسر بريف، حاجة زي دي مقاس لارج ب$10 فقط لا غير من ليفايس. كرة زي دي بوما مقاس 5 هي اكبر مقاس يعني ب$11. كورة اسمها ايه دي؟ كورة. اوكي خلي الكورة معاكي. الكرة الامريكية، الناس اللي بتحب الكرة الامريكية، الفوتبول، كرة القدم الامريكية بيسموها ب$10 هنا بس. لو هتشتريها من حتة تانية ب$17. نعم يا بابا. كورة شاطرة ماني. طاقية زي دي عليها علم امريكا وكمان ممكن تلزق عليها اي حاجة، دي ب$10 بس. هنا جلوفز اللي بيتمرنوا الجيم $5 فيلا، والناس اللي بتحب تتمرن للساعة للريست بتاعك $5. حاجة زي كده ب$22. تمام. حاجة زي كده فيها مكانتين، دي كهرباء ودي بطارية ب$20 بس. هنا مضرب للتنس $8 بس يا شباب. تخيل عامل ازاي، حاجة محترمة جدا $8. اوكي هنسيبه هنا. وكمان هنا موجود برضو ملايات او فرشة للسرير. ده ده نوع السرير او نوع المرتبة فوق 15 كوين. ده اكبر حاجة في السراير، ده سعره $34. يبقى في فول، في توين، في كينج، في كوين، وفي كاليفورنيا كينج. تمام. كاليفورنيا كينج اكبر حاجة، ده كوين. وهنا كمان ممكن نلاقي مخدتين زي دول، زي قطيفة كده، وسعرها $19. سعرها الاصلي $27. المخدات هنقول هنا مثلا، نقف هنا، المخدة دي كينج ب$22. ولو جينا هنا مكتوب عليها جامبو ب$19. حاجة زي كده دي سعرها $15. المفروض ان هي ما بتصديش، راست بروف. دي برضو حاجة محترمة. 30 شماعة مكتوب عليها جاية من كندا ب$9. حاجة زي دي 6 قطع، الخامة بتاعتها زي قطيفة كده جميلة. دي سعرها زي ما انتم شايفين $39. سعرها الأصلي $90. دي فول وكوين. دي أباجورة زي دي ب$20. ممكن تلاقي راس زي كده للشاور بتاع الحمام، سعرها $10 بس. نعم. ممكن نلاقي حاجة للحمام لتنظيف القعدة، حاجة زي كده ب$12. كرسي زي ده $70 الواحد بس. كرسي زي ده، كرسي خفيف خالص بلاستيك $70. السجاجيد عاملة ازاي؟ سجادة زي دي شكلها سجادة نظيفة جدا، واعتقد يعني ان هي جاية من ايران لو انا مش غلطان. السجاجيد الايرانية هنا مكتسحة كل حاجة. دي سعرها $32، سعرها الاصلي $50. نعم يا بابا. واو يا واو ب$20. بس عاملة ازاي؟ حاجة زي كده ديزرت اويسيس $8. حاجة جميلة. وكمان بيبيعوا هنا ستاير جميلة جدا زي ما انت شايف. دي زي بتحجب الشمس خالص. دي حوالي $28 وحوالي 188 سنتي في 213 سنتي. هنا شفافة شوية يعني الشكل بس ب$13 بس. ودي قطعتين طولها 84. حاجة زي كده ممكن تحطها مكتوب عليها ألو، دي $10. محتاج تشتري شماعة برضه هتلاقي شماعات زي كده، دي فيها 12 هوك يعني فيها 12 شماعة أو 12 بتاع من دي سعرها $8. انتي أخدت بالها من الإيد دي. 5 give me 5 انتي 5
مش خايفة منها. ياي. حاجة زي كده 13 دولار. ساعة زي دي كبيرة زي ما انتم شايفين حجمها عامل ازاي. دي ب20 دولار. حاجة زي كده دي سعرها 15 دولار. زي كده سعرها 10 دولار. 4 كوبايات زي دول للمية او لأي حاجة تانية. سعرها 5 دولار. تمام. حاجة زي دي 5 دولار. حاجة زي دي كوباية زي دي للمية او العصير 8 كوبايات 8 دولار. نعم. حاجة زي كده دي سعرها الأصلي 34 دولار. دي 20 قطعة. تمام. سعرها هنا في المحل 20 دولار بس. سكينة زي دي سكينتين زي دول 8 دولار. حاجة زي كده مقصات للمطبخ 9 دولار. 4 مقصات و9 دولار. حاجة زي كده قطعة الخشب قطعة الخضار أو الفاكهة دي ب8 دولار قطعتين مع بعض. مراية زي دي ب20 دولار. حاجة زي كده ب12 دولار برضو. نعم. الحلة المشهورة في كل حتة دي سعرها 17 دولار. شاكوش زي ده 6 دولار. عدة الزراديات دي كلها 3 قطع دول طبعا كل حاجة ليها استخدام مختلف 6 دولار. طقم المفكات ده فيه 24 قطعة هنلاقيه هنا 9 دولار بس. كمان هنلاقي هنا اللمط ال LED لايت ستريب دوت حوالي 30 فيت حوالي 15 متر ب 13 دولار. في سكينة زي كده دي ب10 دولار بس. هنلاقي هنا منفاخ للكاوتشات بتاعت العربية لو حصل اي حاجة وانت في الطريق والكاوتش بتاعك حصل فيه مشكلة ودخل فيه مسمار ومحتاج تنفخه لغاية لما توصل لأي حد يصلحهولك تشتري حاجة زي كده. ده ب 18 دولار. فرش زي كده كرسيين او الكرسيين اللي قداميين 4 قطع 1 2 3 4 عشان الراس بتبقى لوحدها دي ب 15 دولار. حاجة زي كده للعربية بتاعتك ان انت تغطي الازاز عشان الحر متبوظش التابلو ده ب7 دولار. ليش زي ده للكلب لو انت عندك كلب او هيبقى عندك كلب ده ب7 دولار. طبعا لو رحت اشتريته من محل تاني ممكن يعدي 30 دولار. تريت زي كده 5 دولار للكلاب. قصافة لضوافر الكلاب القصافة دي ب7 دولار. هنا سعرها الأصلي 20 دولار. حاجة مثلا زي دي بي جي ماكس برضو حاجة للأطفال الصغيرة بيحبوها هنا لل3 سنين أو أكتر ب 13 دولار. حاجة زي دي مسدس زي ده 19 دولار. وكوتشي زي ده اديداس شايفين شكله عامل ازاي للأطفال. لو بصينا هنا مش مكتوب سعره الأصلي 45 دولار بيتباع ب 35 دولار. حاجة زي البومة دي برضو كوتشي البومة سعره 50 دولار بس سعره هنا ب 33 دولار. حاجة زي كده بقى من المقاسات الصغيرة خالص زي ما انتم شايفين ايدي عاملة ازاي جنب الكوتشي. كوتشي نايكي برضو ده 23 دولار. طبعا حاجة من الحاجات الغالية جدا هنا كوتشيات الأطفال الصغيرة مش عارف ليه. هنا في نايكي كوتشي زي ده صغير خالص مقاس مش مكتوب عليه مقاس ده ب 30 دولار. سعره الأصلي 41 دولار. ممكن نلاقي حاجة زي كده كرسي كبير زي دي قمتاي ممكن تاخده على البحر ممكن في أي حتة ليه زي غطا كده. كرسي زي ده هنلاقيه هنا ب 35 دولار. سعره الأصلي 65 دولار. الشنطة زي كده قمتاي 20 دولار. سعرها الأصلي 35 دولار. حاجة زي كده بومة ب6 دولار برضو فيها 6 شربات. كمان هنا زي ما انتم شايفين
كورة، تيشيرت وبنطلون اديداس لطفل. ده سعره الاصلي $44 بس بيتباع هنا في راس $17 فقط لا غير. بنطلون جينز الاطفال ممتازة يا $10. زي حاجة زي ده براند معروف هنا شامبيون $6. سعره الأصلي $18 في المحل العادي، في الراس $6. تيشيرت نايكي زي ده $7، سعره الأصلي $18. قميص زي ده $7، سعره الأصلي $10. شايفين حاجة زي كده؟ واتر شيلد نايكي اير، سعره في الراس $70، سعره الأصلي $90. ياي. شنط حريمي حاجة زي كده، ده براند اسمه ناين ويست، سعره هنا في المحل $27، سعره الأصلي $50. دي شنطة زي كده تومي هيلفيجر، تمام، دي سعرها الأصلي $76، بتتباع $32 وسعرها في المحل $108. خدي مني جربي الطاقية دي. واو، طاقية زي دي $9. واو يا ماني، شكرا يا ماني. اوه شايفة دي؟ واو بصي بصي بصي. حاجة زي كده $8، سعرها الأصلي $13. شكلها كويس، خلي بالك، جميلة جدا. حاجة زي دي 24 لون أعتقد أو 24 درجة $5. حاجة زي كده $4. رموش للناس اللي بتحب تركب رموش دي $4. هنلاقي حاجة زي كده برضو للضوافر 5 ألوان $6. شرابات برضو اللي هي القصيرة خالص اديداس 6 شرابات $10. ساندل زي كده $19. كوتشي حريمي جميل جدا. بصي بصي بصي، واو شفتي شكله جميل ازاي. ده $29. حاجة كوتشي زي ده، واو اماني بصي، كوتشي زي ده $37، سعره الأصلي $105. تمام. اديداس حريمي زي كده، تيشيرت زي ده نو، ايه رأيك؟ حلو. $11. حاجة زي كده تومي هيلفيجر، سعرها الأصلي $23. تمام. سعرها $40. سعرها اللي في المحل $13. جاكيت زي ده، جاكيت حريمي، لو جاكيت اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ جاكيت، شاطر يا ماني. ده $37. اها جاكيت مش مكتوب سعره الأصلي يبقى كام. جيبة زي دي جينز حاجة زي كده، نعم $15. اها حاجة زي كده، الفستان ده $15، سعره الأصلي $29. كمان هنا هنلاقي السبورت برا ده بيتلبس في الجيم حريمي. وكمان هنا هنلاقي السبورت برا دوت بيجي 2 في بعض، الاتنين $14، سعره الأصلي $24. اوكي اوكي اوكي. Thank you. Thank you. اوكي شباب، احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو وصلت للدقيقه ديت ما تنساش تنزل تعمل لايك وتنزل تعمل سبسكرايب. للاسف ما لقيتش النضاره اللي انا عايز اشتريها، فما اشتريناش اي حاجه خالص. انا قلت بس اوريكم المحل من جوه شكله عامل ازاي. بنتي اول مره تطلع معايا، فزي ما انتم شايفين عماله تقول بابا بابا وتنده عليا. هي 2 سنين فمش عارفه كتير، ف يعني سامحوها لو وجعت دماغكم في الفيديو بابا بابا بابا. شكرا كل الناس اللي علقت لي وقالت لي رأيها في الفيديوهات اللي قبل كده.
نعم نعم. ياي. ياي. اوكي يلا قولي باي. شكرا. يلا قولي شكرا. باي. باي باي. باي باي. باي باي. See you باي. later. باي باي باي. باي باي باي. اوكي اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم.